غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم. الو سلام ونعمه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك ويستخدمك رفع مجد الاتصالات. معايا الكنيسه الانجيليه الثانيه. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بيك. معاك ابو مريم من امريكا. ممكن ناخد بركه، اعرف مين اللي بيتكلم معايا؟ انا اشرف مع حضرتك. اهلا وسهلا استاذ اشرف، الرب يباركك يا استاذ اشرف، لعلك بخير. الحمد لله على كل حال. استاذ اشرف، هل انت يعني شيخ الكنيسه او يعني قس في الكنيسه ولا ايه بالظبط؟ هو حضرتك الاتصال بخصوص ايه طيب؟ هو في اعلان، بس كنت عاوز اعرف، بس اتاكد يعني، بس اعرف في ايه يا فندم؟ كان في اعلان عن موضوع بيع سيارات وكده، بس كنت عاوز اعرف هل انت خادم في الكنيسه ولا مجرد بس مسؤول عن موضوع السيارات وكده؟ لا انا مسؤول عن السيارات. يعني حضرتك مش خادم في الكنيسه، مش راعي الكنيسه، شيخ او لا وظيفتي ان يعني اقول لحضرتك كراسة الشروط وبعد كده بتكمل انت بقية الاجراءات. طيب استاذ اشرف، هل في امكانيه ربي يبارك بس نديني رقم القس، بس عاوزين ناخد بركه ونتكلم معاه لو في امكانيه يعني. طب اساله يا فندم ابعت له رقم. طب هو اسمه ايه بس؟ طب بخصوص ايه طيب؟ انا كنت عاوزين بس ناخد بركه منه يعني. ماشي، من عشان ادي حضرتك بيانات الرقم من بره مصر وانا مش عارف حضرتك. طيب مش مشكله، تديني الرقم. طيب اسمه ايه طيب لو تكرمت؟ ما اسمه فقط بدون الرقم. ومن غير قبل برضه ما ادي لك الاسم هستأذنه في الاول، يعني انا برضه المكالمه كلها مبهمه، انا مش فاهم حضرتك عايز ايه بالظبط. يعني انا بستغرب حضرتك، انت خايف ليه من اسم الكنيسه؟ مفيش اي خوف، الكنيسه لها صفحه على الفيسبوك ودي تتواصل معاها. انت خايف حتى تقول اسمه؟ هو انت حضرتك بتعمل شيء ضد القانون؟ شغالين مثلا حاجات ضد القانون، خايف تقول اسم الكاهن؟ يعني انا لو قلت لك مسجد فلان، المسجد اللي الشيخ فلان الفلاني، ايه المشكله؟ شغالين انتوا ضد القانون. يعني انا هستاذن حضرتك ان انا هعمل المكالمه وحضرتك يعني ممكن تتواصل مع صفحه الفيسبوك. انت خايف من ايه حضرتك؟ طيب ايه اللي مخوفك؟ مفيش اي خوف حضرتك بعد اذنك يعني. طيب استاذ اشرف، هل انت عندك علم بالعقيده اللي انت بتؤمن بها ولا ما عندكش علم؟ هل انت تفهم في المسيحيه ولا ما تعرفش؟ يا فندم ايه غير المكالمه فهمني. ما انا بقول لحضرتك اهو، انا كنت عاوز اسال الكاهن، انت رافض حتى تقول لي اسمه. انت لو جبت لي اسمه انا ممكن اجيب تليفونه انا بنفسي، انت خايف حتى تقول لي الاسم، زي ما يكون انت لا مؤاخذه يعني، مع احترامي لك. لا انا مش عارف حضرتك عاوز ايه بالظبط، انت عاوز ايه؟ انا بسال حضرتك، هل حضرتك عندك علم بالكتاب المقدس؟ نعم او لا فقط، نعم او لا؟ نعم يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك كما تعلم اهلا وسهلا. كما تعلم الكتاب المقدس بيتكلم عن الوثنيه، ان هي كما يقول في اعمال الرسل ان الاله تشبهوا بالناس ونزلوا اليهم، موضوع التجسد. والرسول بولس بيقول على الوثنيين ان هم تركوا عباده الاله الحي الذي لا يموت لا يفنى، وعبدوا مين؟ الانسان والطيور والدواب والزحفات الذي تفنى. وبولس يقول تركوا عباده قفل التليفون. الاستاذ اشرف قفل التليفون. طيب كان معانا لواء مباشره الان عشان ما نطولش، الاستاذ اشرف من الكنيسه الانجيليه الثانيه بالمنيا. الكنيسه الانجيليه الثانيه من المنيا. اللي بعد. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه
فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد